عاملين ايه بقى بعد الفطار؟ طبعا محتاجين القهوة بتاعتنا. انا ليا مزاج النهاردة اعملها على النار عادي جدا من غير المكنة بتاعة القهوة ولا المكنة السريعة ولا اي حاجة. فليا مزاج بصراحة اعملها على النار، على نار هادية كده وتستوي براحتها. عايزه اقول لكم بس على حاجه وانا شغاله كده، علشان الناس اللي كانت بتسالني على التربوسيتا. التربوسيتا ده يا جماعه مشروب بيقوي المناعه، وكمان بينفع لمرضى السكر، لمرضى مقاومه الانسولين، الناس اللي بتعمل اي نظام دايت. هو معمول بطعمين، بطعم الصوبيا والتمر هندي، علشان رمضان واللي عايز يشرب مشروبات رمضان وتكون صحيه، فبنعمله بطريقه صحيه، بنضيف بس عليه الميه وبس كده. سهل جدا وطعمه حلو يا جماعه. وكمان الصوبيا ممكن تعملوها على لبن او ميه، انا بعملها على ميه عشان اقلل السعرات. ان شاء الله هجربها معاكم برده باللبن عشان اقول لكم رايي فيها. هو يا جماعه بيظبط شويه او بيعمل فرمله كده للحلويات يعني، فبيساعدنا ان احنا ما نجوعش ما بين السحور والفطار. فبجد حلو جدا وبيدي طاقه وبيخليكي ما عندكيش خمول. هو ده عشان بس الناس اللي كانت بتسالني. هنعمل بقى القهوه بتاعتنا عادي خالص على نار زي ما قلت لكم هاديه. انا هحط من السكر بتاع باريش ستيفيا، ما بيضايقنيش، ما بيعملش معايا افتر تيست كده بيضايقني ولا حاجه. بصوا انتوا زي ما انتوا عارفين انا بحط نص الكيس عشان انا باخد جنبها اي سناكس كده، وفي نفس الوقت بتكون معايا مظبوطه. هحط بقى القهوه، انا بحط معلقتين كده من البن، بن محوج فاتح. انا بستخدم بتاع شاهين يا جماعه، وكذا مره كنت اطلع لكم فيديو بيه عشان اقول لكم عليه. عشان الناس اللي كانت بتسالني النوع نفسه ايه. انا هقلب وهرفعها بقى على النار واسيبها هد كده، وهقول لكم هناخد ايه سناكس النهارده وحلو وصحي. انا عامله قطايف عاديه خالص اللي مقليه في الزيت ومعموله في الشربات، بس مش هاكل منها النهارده، همسك نفسي النهارده منها. انا بعشق القطايف، بس انا عملتها معاكم ونزلت الفيديو بطريقه نص صحيه علشان تغنينا عن الزيوت والعسل الكتير، فشوفوا الفيديو. و مش هاكل منها النهارده، همسك نفسي ان شاء الله. بصوا بقى انا حطاها اهي على نار هاديه وعلى الهادي يا زبادي عشان تستوي معانا كويس كده وتكون ناعمه. بصوا بقى انا بقلب فيها حوالي مرتين تلاتة، يعني اول قبل ما احطها وبعد ما بحطها بشويه، وقبل ما اقفل عليها كده بحاجه بسيطه بديها تقليبه مره كمان، وبس كده يعني هديها تقليبه خلاص، واسيبها بقى تطلع الوش بتاعها الناعم الكبير كده، وش حلو ومحترم. بصوا القهوه بقى بسم الله على نار هاديه بقى، وقلبناها تقلبتين تلاتة كده، واتفرجوا بقى على الوش. بصوا والله احلى من اي مكنه. الحياه عايزه كده حاجه سريعه يعني. بس بصوا خطيره، الوش جميل وناعم عشان هي مستويه على النار هاديه. طب تعالوا بقى نشوف هناخد معاها ايه سناكس كده. سامعين الصوت؟ هو ده الصوت اللي احنا عايزينه علشان البسبوسه تفضل طريه معانا. تلت كوبايه الميه والسكر الدايت اللي احنا حطيناه هم دول بس اللي هنضيفهم اهو. ليه؟ اوه ناعمه وخطيره. امم مزيكا مزيكا بجد، بسبوسه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا سولي؟ ايه الجمال ده؟ تجربوها جنب فنجان قهوه، تحفه 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 بجد، جربوها.